الفرق بين التكميم المعدل وحزام المعدة القديم؟ بص، حزام المعدة عملية اتلغت. هي كانت عبارة عن حلقة سيليكون كده، كانت ضغطة على المعدة واسمها زي الساعة الرملية، جزء فوق واسع وجزء تحت واسع، بس هي اسمها في النص. فكرتها احساس الجوع موجود، بس انا مش قادر اكل، وكانت متوصلة بصمام بيتزرع تحت الجلد تقدر تضيق منه الحزام او تقلله. مشكلتها ان انا جعان بس مش قادر اكل، ترجيع معاها كتير جدا، كانت بتعمل اتساع في المريء وبتزود نسبة الحموضة والارتجاع. الباند او التكميم المعدل هي حلقة سيليكون بس فكرتها مختلفة خالص. انت بعد ما بتعمل التكميم والمعدة تبقى انبوبة صغيرة، بتحط الحلقة حواليها واسعة مش ضيقة. فكرتها ايه؟ فكرتها ان المعدة لو جت تكبر بتلمس الحلقة، فهي اوريدي مش ضغطة على المعدة اصلا. فكرتها ان العصب الحائر يلمس ده، يلمس الحزام ده او الحلقة دي، فتبتدي تحس باحساس الشبع بس. فكرتها كلها انه الناس اللي مش قادرة تعمل كنترول على الكميات على المدى البعيد تقدر ده يساعدها توصل لكده. فهي مختلفة تماما. حزام المعدة عملية اولموست اتلغت، لكن الباند سليف عملية نتيجة كويسة قوي على المدى البعيد.